كل اللي ضاق طبق الكشري من عندي قال لازم تفتحي مطعم، هخليكي أستاذة في الكشري وهيخليهم يقولولك دي أحلى مرة كلنا فيها كشري. ويلا نشوف ببساطة عملناه ازاي. وأول حاجة يا ست الكل هنسمي الله ونصلي على حبيبنا النبي، ونبدأ أول حاجة ببصلة الكشري. بقشر البصل طبعا واغسله، وببدأ أقسم البصلاية بالنص وأقطعها جوانح كده رفيعة جدا، سمكها يكون رفيع جدا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا احنا بدأنا ببصلة الكشري الأول علشان الزيت بتاعها مش هنرموه، طبعا هنستخدمه في بقية الوصفة. تمام. بعد كده بعد ما بخلص تقطيع البصل بحط عليه معلقة كبيرة دقيق ومعلقة كبيرة نشا ورشة ملح ورشة فلفل اسود، وابدأ بقى اقلبهم كده وافرط كده البصل من بعضه، وعلى زيت بقى سخن. اهم حاجة ان الزيت يكون سخن كده، وزيت مش كتير، تمام؟ يعني يا دوبك كده شوية زيت حلوين. وبحط البصل فيه، وبأول ما بنزل البصل في الزيت بسيبه الأول كده دقيقتين، وأبدأ بقى أقلب فيه، يعني تقليب شبه مستمر كده علشان برضو البصلة تاخد لون واحد كلها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، أول ما توصل للون الأصفر الأشقر الحلو ده هبدأ على طول بقى أطلعها في مصفى. تمام. وما بطلعش بصلة الكشري على مناديل علشان ما تبقاش طرية، لا، بنطلعها على مصفى ونسيبها تصفي الزيت براحتها. وكده البصل خلص. ندخل بقى على المكرونة. والمكرونة مسلوقة زي أي مكرونة، حلة على النار فيها مية، وأول ما المية تغلي بحط فيها الملح، وأنزل المكرونة سباكيتي ومكرونة مرمرية وأديهم تقليبة وأسيبهم بقى يتسلقوا. وبعد ما يتسلقوا طبعا بصفيها، وكده برضو المكرونة جاهزة. وندخل على طول يا حلوين على صلصة الكشري. في حلة على النار حطيت فيها من 3 معالق كده من الزيت بتاع البصل، وهحط فيهم معلقة كبيرة من التوم، وأول ما التوم يحمر كده هنزل عليه أطشه على طول بالخل 3 معالق، واديله تقليبة، وعلى طول بقى عصير طماطم. وبس كده الصلصة جاهزت برضو. مفيش أسهل من كده، بس نملحها بقى بملح كده وفلفل أسود وكمون، ومش أكتر من كده. بجد سهلة جدا ولذيذة. اديها بقى تقليبة كويسة يا ست الكل، وغطيها وسيبيها تتسبك. وكده بعد ما اتسبكت عايزاكم يا حلوين تقولولي في التعليقات انتوا جربتوا الكشري قبل كده ولا لا. وبعد بقى ما الصلصة بتتسبك باخد منها شوية كده واسيبهم على جنب دلوقتي، حوالي معلقتين كده مليانين. وبعد كده بزود الصلصة بتاعتنا مية، حوالي كوبايتين مية سخنة، اهم حاجة ان المية تكون سخنة. واديها تقليبة واسيبها بقى تغلي غلوة واحدة، وكده خلاص الصلصة جهزت معانا. على طول ندخل على العدس بجبة. بجيب حلة فيها برضو مية، أول ما المية تسخن بنزل فيها بالعدس بعد ما غسلته واسيبه يتسلق ويستوي. وبعد كده ما اتسلق ده شكله. فاكرين بقى شوية الصلصة اللي خدناهم هحطهم على العدس كده، ودول بقى هيطعموا العدس بتاعنا ويخلوه طعمه في حتة تانية. ونملحه بشوية ملح وفلفل اسود وكمان كمون. وبجد مفيش أسهل من كده. كده كمان العدس هياخد غلوة، وبس كده العدس جاهز معانا. وكده الكشري هيلهينا عن اللايك، حطوا لايك يا حلوين. وندخل على الرز الجميل بتاعنا. في حلة على النار حطيت فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة، وأول ما بيسخنوا بنزل بقى بالشعرية وأبدأ أحمرها تقليب مستمر لحد ما توصل للون العسول ده. وبحط بقى الرز بعد ما غسلته وصفيته، وهشوح الرز مع الشعرية كده. وطبعا رز الكشري بيكون الشعرية أكتر من الرز شوية. وبعد كده هحط الملح وهحط كمان المية، ورز بشعرية عادي جدا. واهم خطوة عشان الرز بتاعك يفلفل ان انت تشوحي الرز مع الشعرية كويس قبل ما تحطي عليه المية. وبس كده خلاص هنسيب بقى الرز يتشرب، وبعدين بنوطي عليه وكده بيستوي، ويبقى كمان جهزنا الرز. علشان بقى نجهز الشطة زيت بجيب طاسة على النار فيها برضو معلقتين من الزيت بتاع البصل، فاكرينه؟ بنزل بمعلقة كبيرة مليانة من الشطة الحراقة، واديله يا دوبك تقليبة كده. وبعد كده بطشها بقى بكبش من صلصة الكشري اللي احنا عملناها مع بعض. وبس كده على طول خلاص كده الشطة الزيت جهزت معانا. نرفعها من على النار، وفي الوقت ده نحضر دقة الكشري اللي بتحلي طبق الكشري. بحط في طبق كده معلقة صغيرة من الثوم ومعلقة صغيرة من الكمون والشطة ونص معلقة صغيرة من الملح، وعليهم معلقتين كبار من الخل. وبنزل عليهم بقى بحوالي كده كوباية من المية المغلية السخنة. أهم حاجة إن المية تكون سخنة في الدقة. وبديهم تقليبة، وبس كده الدقة جهزت معانا، وبجد من غيرها ما تعرفيش تاكلي الكشري. استمتعي بأحلى طبقات من اللذاذة والحلاوة كلها. ونبدأ نغرف مع بعض الكشري اللذيذ بتاعنا. أول حاجة طبعا بتكون المكرونة، وعلى طول بعديها الرز المفلفل التحفة، والصلصة بتاعة الكشري، وكمان العدس، وآخر حاجة بتبقى البصل. وبسم الله ما شاء الله، طبق كشري يفتح النفس. وكمان بتحطي بقى جنبه كده الشطة زيت اللي حضرناها مع بعض والدقة. بالهنا والشفا على قلوبكم يا حلوين. ولو الكشري المصري عجبكم بطريقتي ما تنسوش تحطوا لايك ومتابعة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. سلام.